هو الخبر المنتشر ده لو صحيح يبقى احنا قدامنا حلين فقط لا غير، يا اللاعب يمشي يا يتجمد على الدكه، لان مفيش حد هيلوي دراع النادي الاهلي، ومحدش خلقه ربنا لسه اللي يقدر يلوي دراع النادي الاهلي. ليه بقى؟ لان جمهور النادي الاهلي في ظهر اداره النادي الاهلي وفي ظهر النادي الاهلي، فطول ما جمهوره في ظهره محدش هيقدر يلوي دراع النادي الاهلي. عايز تمشي غور في داهيه، عايز تكمل يا تلعب راجل يا هنجمدك على الدكه، انما اللي يحصل ده ما يحصلش في النادي الاهلي. النهارده كان اختبار القياسات البدنيه للاعيبه النادي الاهلي، كل اللعيبه عملت الا لاعب واحد بس رفض ان هو يعمل اختبار القياسات البدنيه. ليه بقى؟ حجته ايه بقى؟ ان هو عنده ايجاد عضلي من ساعه مباراه بورتو. مباراة بورتو اللي عدى عليها 18 يوم، لسه الاجهاد العضلي بتاعك موجود. اعلان من اداره النادي الاهلي، اخبط دماغك في 60 حيطه، مش عاجبك النادي الاهلي ومش عايز تلعب في النادي الاهلي هنجمدك على الدكه. لما اداره النادي الاهلي تطلع بيان ان هي مش هتبيعك يبقى مش هتتباع، يبقى حلك الوحيد ايه بقى؟ ان انت تلعب وانت ساكت وتكمل عقدك مع النادي الاهلي. مش عايز تكمل عقدك مع النادي الاهلي هتتجمد على الدكه وهنبطلك كوره، مش النادي الاهلي اللي يتلوي دراعه نهائيا. بس كده، يلا سلام.